3 الفجر بتوقيت جرينتش، والدهب فتح عند 3977. أعلى نقطة جابها لغاية دلوقتي 4003، وأقل نقطة 3975. تعالى أراجع معاك اللي حصل امبارح، لأن مراجعة ما حدث في السابق هي دي الأساس اللي بيقوم عليه التحليل الفني. التحليل الفني قايم على مبدأ التاريخ يكرر نفسه، فأنت لازم كمتداول أو كمستثمر تشوف السلوك السعري والاسعار كانت شغاله ازاي في الماضي، علشان تحاول بقدر المستطاع وتجتهد ان انت تتنبأ باللي هيحصل في المستقبل، فتقدر تحقق مكسب سواء في البيع او في الشراء. امبارح فتحنا عند 3980، واعلى نقطه جبناها 4019، وكان التحليل الفني بيقول ان انا عندي مقاومه 4025 و4050. هتقول لي يعني ايه مقاومه؟ هقول لك هي المناطق اللي البياع بيكسب فيها المشتري. يعني ايه؟ يعني دي المناطق اللي بيجي من عندها السعر وبينزل. وده اللي حصل امبارح فعليا، ان احنا حتى ما وصلناش ل 4025 ولا 4050، جينا عند 4019 ونزلنا. وعندنا حاجه اسمها منطقه الدعم. ايه هو الدعم؟ الدعم هي المنطقه اللي فيها قوه الشراء او المشترين هم اللي بيكسبوا البائعين. علشان كده لازم احدد كل فتره المستويات السعريه، هي المستويات اللي بيبان عندها قوة البائع أو قوة المشتري. فأنا لو هتداول أو هستثمر هدخل مع المشتري لما أكون ناوي أشتري، وأدخل مع نقط البيع لما أكون ناوي أبيع. يبقى ده كده التحليل الفني. أما فيما يخص التحليل الأساسي، حدث على مدار اليوم أي جديد اللي ممكن يأثر على التحليل الفني ومستويات الأسعار.